باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. كما نتحدث في الآيات ومعانيها حتى نكون متفقين مع الله في الفكر ونصدق وعوده ونؤمن بها. في موضوع يونان ما نقدرش أبدا إن احنا نفوته كده، لأن في أسئلة كتير خالص ممكن إنها تخلي الواحد يتساءل. يعني مثلا سؤال: هل في تعارض بين خلاص نينوى وخلاص اليهود كما ظن يونان؟ وهل كان يونان رمز للسيد المسيح في كل الأمور أم في أشياء لا؟ وهل ربنا قال على مدينة نينوى إنها عظيمة رغم إنها خاطئة؟ وهل يمكن لحوت أن يبتلع إنسان؟ وإزاي ربنا يندم يقول ندم الله على الشر الذي قاله أن يفعله في أهل نينوى فلم يفعله؟ يعني دي أمثلة لأسئلة كتير في سفر يونان، يعني أسئلة بترد إلى فكر الإنسان عشان نفهمها. وطبعا أنا نسيت أقول أنه من بكرة في القداسات هنا قداس أول وتاني. الأول هنا من 9 ل11:30 هاخد بركته بكرة إن شاء الله. والتلات هيبقى قداس طلبوا ان انا اكون على الهوا في CTV في كنيسة العذراء والقديس الأنبا شنودة في مدينة السلام، والاربع في كنيسة القديسين ان شاء الله. وطبعا القداسات بتبقى من 1 ل3:30 علشان ناخد بركة الصوم. وطبعا صوم يونان أو صوم نينوى الناس بتهتم بيه جدا، وتتعامل مع الصوم بمنتهى النسك. يعني مثلا في ناس بتطوي 3 أيام زي يونان، وفي ناس بتعتبره زي أسبوع الآلام، يعني لأنه بينتهي بفصح يونان أي قيامته من الموت والنجاة من الموت أو عبور الموت، زي فصح المسيح عيد القيامة بعد أسبوع الآلام. ففي ناس بتتعامل مع هذا الصوم بمنتهى الحرص والنسك عشان تستفيد منه ويبقى نقطة تحول في حياة الإنسان. يعني أحب أن أنا نجاوب على هذه الأسئلة على قد الوقت ما يتسع. السؤال الأول: هل خلاص نينوى يتعارض مع خلاص اليهود؟ يعني ليه يونان فهم أنه طالما ربنا طلب منه يروح نينوى أنه ابتدى يحول اهتمامه عن اليهود إلى الأمم، وظن أن خلاص الأمم هو هلاك لمين؟ لليهود وتخلي عنهم. ده اللي وصل ليونان، ولذلك ما كانش عايز يروح، رفض. مش بس إن الرسالة صعبة، بعد 40 يوما تنقلب نينوى، رسالة صعبة إن حد يروح يقولها يعني، لكن هو بالأكثر حس إن نينوى دول أمم، ليه ربنا بيفكر فيهم؟ زي الإخوات اللي يغيروا من بعض، يعني أب يهتم شوية بواحد مريض فالسليم يغير. هو يونان كان كده، حس إن ربنا ابتدى يتجه للأمم. ودي أول مرة ربنا يطلب من نبي يهودي إنه يروح يكرز لأمم يعني. لكن هو ربنا حب يبين بصورة مبكرة
في العهد القديم أن الأمم ليسوا مرفوضين من الله، بل الله هو خالق الكل ومهتم بالكل، يهمه أن الكل يخلص، يحب أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يعني مهم جدا أن الواحد ما يحسش أنه اهتمام ربنا بشخص معناها أنه تخلى عنه هو، لا. وكان يونان مخلصا جدا لشعبه، فحس أنه ربنا ابتدى يتجه للأمم وهيتخلى عن شعبه، فعشان كده ابتدى يرفض هذا الأمر. يقول: صار قول الرب إلى يونان ابن أمتاي: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها، لأنه قد صعد شرهم أمامي. ويمكن ربنا قدم الدعوة ليونان إنه يروح نينوى بالطريقة دي علشان يحس إنه يعني الشعب ده ربنا زعلان منه، فروح قول لهم إنه هيحرق البلد لو ما تابوش. لكن يونان عارف طبيعة ربنا إنه حنين، ولما يشوف حد ابتدى يتوب وابتدى يرجع على طول يعفو عنه. فقال لك أنا هروح أقول لهم البلد هتتحرق، هيتوبوا، وبالتالي ربنا هيغفر لهم، ويبقى اهتمامه اتجه إليهم وسابنا احنا. ده اللي وصل ليونان يعني. لكن ربنا مش كده، ربنا يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ولما ربنا بيهتم بشخص ليس معنى هذا أن اهتمامه بشخص معناها تخليه عن الباقي، أبدا إطلاقا. هو أب للكل ويحب الجميع ويهتم بالكل. ده بيهتم بالدودة اللي في الحجر، زي ما بنقول في مستحق ومستوجب، نقول: الساكن في الأعالي والناظر إلى المتطامنات، يعني المخلوقات الحقيرة، الفراشة، الطيور والحشرات والحاجات اللي محدش يهتم بيها، الله يهتم بالكل. فيونان وصلته المسج أو الرسالة غلط، إن ربنا بيتحول من اليهود إلى إلى الأمم، مع إن ربنا مش كده. زي بالظبط في ناس لما يحسوا إنه ربنا ابتدى يساعد حد ويهتم بيه، أو حتى الكنيسة ابتدت تهتم بحد، يقولوا: اشمعنى؟ طب يعني يسيبنا احنا ليه؟ ما يهتم بينا احنا أولى. لا، الله يهتم بالكل، والكنيسة تهتم بالكل على قدر إمكانياتها. أدرك يونان، ودي في أعماقه من جوه، أن خلاص الأمم معناها رفض اليهود. عشان كده رفض المهمة وقام ليهرب إلى ترشيش. قام ليهرب إلى ترشيش، حاجة صعبة جدا طبعا. خد عكس عكس الاتجاه. ورغم هذا ربنا شاف في يونان قلب نقي حريص على شعبه، فأصر إنه يروح، وعايز يطلعه من إحساساته الغلط الخطيرة، إنه متجه إلى شعبه ورافض الباقي. القديس جيروم بيقول بيقول: يونان لما يحتمل الذهاب إلى نينوى على حساب شعب الله، شعب إسرائيل، خشي يونان من كرازته للأشوريين أعداء إسرائيل إن ده يعني هلاك إسرائيل. أنتوا عارفين طبعا إنه ملك آشور
وكان دايما يحب يعتدي على ايه؟ على شعب الله. ففي عداوة قديمة. يعني تفتكروا سنحاريب ملك أشور لما راح أحاط أورشليم، وربنا أيام حزقيا الملك، وربنا بعت إيه؟ ملاك موت 185,000 من جنود سنحاريب. ففي عداء. فيونان قال الله أنا أروح لأعدائي علشان أقودهم لربنا؟ إزاي ده؟ فرفض المهمة. فالموضوع له بعد إيه؟ بعد في الجنس أو الانتماء الوطني والانتماء لشعبه، وعايز ربنا يبقى بس إيه؟ لشعبه هو، مش عايز يبقى للكل. فهرب إلى ترشيش في الاتجاه المضاد. قديس جيروم برضو بيقول هذا التصرف يمثل تصرفات الإنسان الذي يسلك على هواه وليس حسب إيه؟ فكر الله. مفروض الأمر اللي يجيلي من ربنا أعمله وأنا إيه؟ واثق إن ربنا له إرادة إيه؟ خيرة، إرادة كويسة، مش إرادة وحشة. حتى لو هيهتم بغيري أكيد هو أكثر احتياج مني. عشان كده اللي بيفهم ربنا غلط بيبعد عنه. وبتحصل كتير قوي في الأسر، لما حد ينتقل مثلا وهو شباب، الأسرة بتاخد موقف من ربنا. إزاي ياخد ابني وهو شاب؟ أو زوج صغير في السن يسيب زوجة صغيرة في السن وأولاد صغيرين في السن. مشاعر الناس بتتغير ناحية ربنا فبيبعدوا عنه. وهو ده طبعا قصد الشيطان. الشيطان يقصد انه يبعد ايه؟ الانسان عن ربنا، مش عايزه يقرب من ربنا. كل الناس بتتعرض لتجارب كثيرة، فساعات الانسان يفهم التجربة مش اهتمام من ربنا بيه، لا، ده تخلي من الله ايه؟ ليه. بينما ربنا ما بيتخلاش عن حد، يهتم بالجميع، يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق إيه؟ يقبلون. دايما الواحد يبص مثلا لو أب في أسرة أي ابن من أولاده تعب هيهتم بيه بصرف النظر عن مين هو، لأنه أب لازم يهتم بالكل، لازم يعتني بالجميع. فالله هكذا شاف ان نينوى يعني عندها استعداد للقبول، فبعت يونان عشان يخليها ايه؟ تقبل التوبة وترجع لربنا وتتوب عن الخطية. ده السؤال الأولاني. إذن يونان فهم ربنا غلط زي ما احنا كتير بنفهمه غلط. يعني التجارب اللي بتحصل للكنائس واللقباط في أماكن عديدة، يقول لك إزاي ربنا سايبنا كده؟ إزاي ربنا يسمح إن كنيسة تتحرق؟ إزاي ربنا يسمح إن حد يعتدي على أولاده ويقتلهم ويرميهم في الشوارع زي ما حصل في بعض المحافظات؟ إزاي ربنا يعمل كده؟ ويدخل الإنسان في خصومة مع الله أو في نوع من الحاجز اللي بيمنع العلاقة السلسة العادية بينه وبين ربنا. يونان غلط، وإحنا مش مفروض إيه؟ نغلط زيه أو نعمل زيه، ويبقى لينا هذا الاتجاه في التفكير. السؤال الثاني، إزاي بتقولوا المرض بتاع التوزيع يونان في بطن الحوت كمثال المسيح في القبر إيه؟ 3 أيام. إزاي نشبه المسيح اللي أطاع حتى الموت، موت الصليب، بيونان العاصي اللي إيه؟ اللي هرب من ربنا؟ إزاي يعني؟ إيه وجه الشبه يعني؟ وإزاي نقول إن ده مثال إيه؟
ده يونان عوقب بسبب ايه؟ خطيته هو، لكن المسيح عوقب بسبب ايه؟ خطايانا احنا. السيد المسيح نفسه بقى اللي بيقول في متى 12 عدد 4 بلسان المسيح له المجد، يقول كده: لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. يعني مين اللي قال؟ المسيح نفسه له المجد. القديس جيروم بقى يقول ايه؟ يقول ربنا لما غضب على يونان وأهاج البحر والسفينة كانت في خطر، يقول أظهر فرحه بيونان حين دخل الموت، وأظهر غضبه على يونان حين كان في الايه؟ في السفينة. ده عايز شرح. يعني ايه؟ يعني ايه فرح بيونان وهو في جوف الحوت وزعل منه وهو في الايه؟ في السفينة. اصله في السفينة كان ايه؟ عاصي ورافض. نام في جوف السفينة او في باطن السفينة تحت بعيد عن الكل، ساب الكل ونام ومشي عكس الاتجاه. فكان في السفينة وضعه ايه؟ وضعه مخطئ. طيب وضعه بقى في الحوت كان ايه؟ تائب وراجع تاني. يعني هو اللي خلاه دخل الحوت ايه؟ انه مشي غلط وبيرجع الايه؟ الغلط اللي مشيه. لو ما كانش مشي غلط ما كانش دخل ايه؟ في جوف الحوت. يعني الحوت بالنسبة له كان غواصة، مش كده؟ غواصة بترجعه تاني المسافة الغلط اللي ايه؟ اللي مشيه. طب ما هو ده وضع طبيعي ان ربنا يزعل من الانسان وهو عاصي، مش كده؟ ويتبسط بيه وهو ايه؟ تائب. طب ما هو ده دليل عن ان ربنا ما فيش عداوة شخصية بينه وبين حد، لكن هو عداوته مع مين؟ مع الخطية، مش كده؟ والخطية بتضيع الإنسان. فخوف ربنا على الإنسان بيبقى زعلان منه، زعلان إنه مصر على الخطية وماشي غلط، ومصر إنه يمشي غلط، ومصر إنه يمشي عكس الاتجاه. لكن لما يبتدي يصلح الاتجاه يلاقي إيه؟ كل الفرح والقبول، كأن ما فيش حاجة حصلت، حتى إنه ينسى خطايا الإيه؟ الإنسان تماما ويغفرها تماما يعني. فيقول القديس جيروم كده: الرب أظهر غضبه حين كان يونان في السفينة لأنه كان عاصي، وأظهر فرحه حين دخل إلى الإيه؟ إلى الحوت، إلى الموت، وجعل يونان حيا في بطن الإيه؟ الحوت، حي ما ماتش، حفظه من الموت. ليه؟ لأن المسيح برضو كان في القبر وحي بإيه؟ بلاهوته، مش كده؟ ما يقدرش حد يموت اللاهوت. والمسيح دخل الموت علشان يقضي على الموت، وهكذا يونان دخل الحوت علشان يقضي على المعصية اللي إيه؟ اللي جواه. ولذلك ربنا حفظه عشان يوصل ويتمم الخدمة اللي ربنا إيه؟ عايزها، رغم إنه زعل منه إنه مشي غلط، لكن مصر إنه يتمم الإيه؟ الخدمة اللي طلبها منه. ولذلك كما دخل السيد المسيح إلى الموت لكي يفجر الموت ويقضي عليه بالموت، داس الموت، والذين في القبور أنعم لهم بالحياة الأبدية. فهنا القديس جيروم بقى بيوضح إن ربنا مع يونان كان عايز يقوده للإيه؟ للتوبة، بس ده الموضوع، مش هيج البحر وفضحه بالقرعة
وبان انه مخطئ عشان يفضح يونان، لا ابدا، ده علشان يقوده ان يقول خذوني واطرحوني ايه في البحر فيسكت البحر عنكم، لاني عالم انه بسببي هذا النوء العظيم عليكم. واول ما يترمي في الميه ويسيب السفينه يعد له ايه؟ حوتا يعيده الى حيث كان ينبغي ان يذهب. عشان كده الكلمة الجميلة في هوشع 13 أين أنت يا موت وأين شوكتك يا هاوية، هي نفس الصيحة اللي قالها بولس الرسول عن قيامة مين؟ السيد المسيح. عشان كده حسب يونان رمز المين؟ للسيد المسيح. مش بس كده، يونان كان كل اللي في السفينة راضيين انه ايه؟ انه يموت عشان تنجو الايه؟ السفينة. وهكذا المسيح حين حكم عليه بالموت الكل كان ايه؟ كان مبسوط. وحتى الست العذراء بنقول على لسانها احشائي تلتهب، مش كده؟ لكن كانت العالم كله فرحان بسبب الايه؟ الخلاص. احشائها تلتهب كأم شايفة ابنها بيموت على الصليب، لكن العالم كله يفرح بالايه؟ بالخلاص. ربنا أصر طول ما يونان في السفينة البحر عمال ايه؟ يهيج. مجرد اتشال من السفينة البحر ايه؟ هدي، كل الدنيا هديت وبقت تمام، مفيش مشكلة. من هنا نقدر نقول أن وجه الشبه بين يونان والسيد المسيح كرمز شبه في نقطة أساسية، وهي أن كما أن يونان بنزوله في الحوت خلص السفينة والدنيا هديت، هكذا إيه؟ المسيح بصليبه أراح الكل وخلصه من الخطية ومن الموت، وكان الكل موافقين على هذا. دقيقة وهتشتغل الجنريتور، ما تقلقوش يعني. اشتغلتش ليه؟ ما يقدروش يقللوا هي بتاخد دقيقة يعني. احنا عندنا في دير بس يعني اصلها دي 500 في الادجستمنت. نعود الى حديثنا. يونان مكث 3 أيام بلياليهم، وشبه الحوت بالمقبرة. ليه؟ لأن الحوت بيفتح فمه لكي يبتلع فقط، مفيش حاجة بتطلع من فمه أبدا. في بقى طرق، المية تطلع، العشب يطلع، السمك يدخل لمعدته علشان يتغذى عليه. الحوت يفتح فمه لكي يبلع، زي المقبرة بالظبط. المقبرة بتتفتح عشان ايه؟ الناس تدخل، مفيش حد بيطلع. الوحيد اللي طلع المسيح له المجد، طلع من القبر وفتح القبر لكي يعلن أنه قام. وبرضو الوحيد اللي طلع من فم الحوت هو يونان. يقول لك أمر الرب الحوت فقذف يونان إلى أمر الرب الحوت، في أمر إلهي يعني. وأيضا التوبة تنجي الإنسان من الهلاك. هكذا حدث في يونان، تاب وهو بيصلي في جوف الحوت وقدم توبة برجاء، يقول أعود وأنظر هيكل قدسك. من الهاوية صرخت فسمعت صوتي، من أعماق صرخت إلى آخره.
مكث يونان 40 يوم بره المدينة يلاحظ يشوف المدينة هيجرى لها ايه. وهكذا أيضا السيد المسيح مكث 40 يوم بعد قيامته يراقب الايه التلاميذ والمريمات عشان يلمهم. يعني كلاهما مخلص، كلاهما ايه مخلص. ولذلك فصح يونان يشير لايه فصح المسيح اللي هو القيام. وهو يهودي ونينوى أممية، هكذا المسيح حسب الجسد كان من سبط يهوذا، لكن جاء لخلاص الايه العالم كله. وطبعا في فرق بقى، ان يونان كان عاصي والمسيح ايه مطيع. ان يونان كان خايف والمسيح كان ايه كان في غاية الاطمئنان، لكن كان في حزن، قال نفسي حزينة ايه حتى الموت، لأن ازاي ابن الله البار القدوس توضع عليه خطايا البشر ويعاقب من الآب السماوي، ازاي الابن الحبيب يصير موضع ايه غضب الآب. يعني يقول من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. أختم الجزئية دي بقول جميل قاله القديس جيروم، يقول صور يونان قيامة ربنا بعبوره في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي ليهبنا الغيرة الأولى لنوال إيه الروح. يعني يونان اجتاز هذه الخبرة بالضبط زي الخبرة اللي احنا بنجتازها فين في المعمودية، ندفن مع المسيح ونقوم حتى كما أقيم المسيح من بين الأموات هكذا نسلك في جدة الحياة. السؤال الثالث، ليه السيد المسيح أرشد يونان؟ ما هي الكلمة التي تقال للأنبياء الروح القدس يوصلها، لكن الرسالة نفسها هي رسالة مين؟ المسيح له المجد. ليه ربنا قال لليونان عن نينوى المدينة العظيمة؟ عظيمة في ايه؟ اكيد كان ربنا يقصد حاجة تخص نينوى كتاريخ وجغرافيا. يعني فنينوى هي كانت مملكة آشور، امبراطورية آشور، وكانت سنتر تجاري ضخم جدا، وكانت مدينة يفد إليها من كل الأجناس ومن كل الأنواع، وكانت عظيمة في المساحة بتاعتها. عشان الواحد يقدر يمر فيها لازم يمشي 3 أيام. يونان من الحمية بعد ما نزل من فم الحوت مشي فيها ايه في يوم واحد، خلص اللي مفروض يخلصه في 3 أيام في يوم واحد. يعني قال لك بقى بدل ما انزل في حوت تاني اخلص من الموضوع. هو مش مقتنع طبعا، يعني بدليل لما ما اتحرقتش اغتاظ، مش كده؟ وقال له اغتظت حتى الموت. لكن ربنا كان يقصد أن نينوى وهي سنتر تجاري كبير جدا في الإمبراطورية الأشورية كانت مدينة عظيمة، وكان فيها كل مظاهر الأبهة والفخامة، كانت حضارة قديمة. لكن بسبب الخطية اللي فيها، دايما لما بتبقى مدينة مفتوحة للعالم تلاقي فيها الايه الخطية. تنبأ عنها نحوم النبي وقال مدينة الدمار، وفعلا حصل لها دمار بعد كده. وتنبأ عنها أيضا صفانيا النبي وقال إن ملوكها كانوا معروفين بالعنف الشديد، وكان ليهم سطوة على الممالك اللي حواليهم. يعني فعشان كده في أواسط القرن 7 قبل الميلاد
تفوقت جدا المملكة الأشورية أو الإمبراطورية الأشورية إلى درجة العالم لما بيرتفع بيتبدد. دايما الإمبراطوريات الكبيرة لما بتزداد قوي في العظمة بتنحل، مش كده؟ زي الإمبراطورية الوثنية بتاع دقلديانوس، تنتها ترتفع في العنف والسيطرة، فراحت الوثنية وانتشرت المسيحية. وهكذا يعني أمثلة كثيرة لإمبراطوريات كانت عنيفة وكانت كبيرة وانحلت. وبيقال في سنة 612 قبل الميلاد كان في تحالف بين أشور وجيرانه، وحصل بقى هجوم وتدمير، فضاعت نينوى في حرب ضروس. إذن كانت عظيمة في الحضارة، عظيمة في المساحة، عظيمة في التمدين والغنى الفاحش، وكانت مقصد كل البلاد اللي حواليه. ولذلك ربنا اختار نينوى لأنها سنتر أو مركز لبلاد كثيرة وثنية وأممية، فحب ياخد دي كنموذج لخلاص الأمم يعني. وكانت عظيمة في القوة والبأس، يعني شوف سنحاريب لما ياخد مئات الألوف من الجنود ويحاصر أورشليم، لولا ربنا ما كانش قدر حزقيا الملك أنه ينتصر عليه. فكانت نينوى مدينة عظيمة بهذا المعنى يعني. والسيد المسيح قال بفمه الطاهر في متى 12: الرجال نينوى سيقومون في يوم الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنه بمنادات يونان تابوا، وهوذا أعظم من يونان ها هنا، والناس ما تابتش. السؤال الرابع عشان الوقت: هل يمكن لحوت أن يبتلع إنسان؟ وعلى فكرة كلمة حوت يعني سمكة، ترجمت كثيرا من العبرية للعربية بكلمة سمكة، وبرضو من اليونانية بكلمة سمك. يعني التعبيرات دوج بالعبري ترجمة سمكة في أماكن كثيرة، في مواضع كثيرة يعني، بينما هو الحوت. وفي طبعا أسماك بتبقى حجمها كبير جدا. في حيتان دلوقتي بيوصفوا الهيكل بتاعها إنه ساعات الطول يوصل ل20 متر مثلا طول، وبقطر كبير جدا. لما نشوف التقسيم التشريحي للحوت، دايما جنب فم الحوت في مخزن كده، أوضة، حجرة، مخزن يختزن فيها كل شيء، يختزن فيها الماء والسمك والهواء، كل حاجة بيحتاجها الحوت يطلع يلقط بقى السمك والمية، ويطلع شوية كده يختزن هواء للتنفس. وده اللي نفع مين؟ يونان. الحفظ اللي ربنا عمله ان ربنا حفظ يونان في التجويف الفم ده. قريت مرة كان جه الوصف التشريحي في الأهرام للحوت. الحجرة دي عبارة عن 2 في 2 في ارتفاع 3 متر، يعني زي أوضة بس بتبقى مخزن بقى، مش أوضة مفروشة ومريحة. أول ما يفتح فمه الحوت تتملي الأوضة دي بقى؟ كل حاجة، التلتين يتملوا والتلت يبقى هوا، علشان الحوت لما ينزل في الماء في عمق البحر يلاقي الهوا ويلاقي كل اللي محتاجه من أكل وشرب وكله. واحد لما يقول
ازاي حد يدخل في الحوت ويبقى حي؟ طبعا هي لها بعد ايه؟ معجزي اكيد، يعني في معجزة. اقول لك طب مستغرب ليه؟ طب ما ال3 فتية دخلوا الاتون المحمى 7 اضعاف، ها، وما جرى لهمش حاجة. ودانيال نزل في وسط اسود جائعة وما حصلوش حاجة. ايه الغريب في الموضوع يعني؟ لا شك معجزة، طبعا معجزة. ده المعجزة الأكتر من إنه يتنه حي، إنه يتنه في التجويف الفمي. الوضع الطبيعي إنه يتحرك على إيه؟ على معدة الحوت على طول عشان يهضمه ويتغذى عليه. ما كل اللي بيدخل في المخزن بيدخل على الأمعاء على طول، المعدة والأمعاء، يهضم وياكل. ده بقى الحفظ الإلهي، ده الحفظ الإلهي. وبيقال إنه حصلت واقعة لأحد البحارة من الأسطول الإنجليزي. كانوا بيصطادوا في البحر أو في المحيط، فابتلعته أحد البحارة، ابتلعته سمكة كبيرة زي الحوت يعني. قعد 48 ساعة جواه، ومسكوها البحارة أو الأسطول يعني، تنهم وراها لغاية ما جابوا السمكة. وأصروا أنهم يطلعوا زميلهم، هم قالوا هندفنه يعني توقعوا أنه يكون ميت، فوجدوه حي بس مغمى عليه شوية يعني. كان ما هو طبعا ملوش الحفظ الإلهي بتاع يونان، فطلعوه بس كان مغمى عليه، فوقوه ورجع للحياة مرة أخرى. قعد 48 ساعة في جوف الحوت. هما لحقوا قبل ما الحوت برضو يهضموا، يعني ياكلوا ويهضموا. لكن يونان صلى إلى الله في جوف الحوت، وكان له حديث عميق جدا من أعمق الصلوات في يونان 2. دي الكهرباء الأصلية جت يعني ما بتاخدش لحظة يعني. ذهبي الفم بيقول لما استقبلت الأمواج يونان لم تخنقه، لأنه وجد من يستوعبه اللي هو الحوت. يعني ايه اللي يظبط لحظة نزول يونان مع الحوت فاتح فمه مستني؟ دي لو فرقت لحظة كان نزل في المية وغرق طبعا. لكن ربنا ضابط الكل، جهز الحوت في نفس اللحظة اللي نازل فيها يونان، ابتلعه وحفظه من الموت، فصار نبوة عن مين؟ عن السيد المسيح في بطن القبر. آخر سؤال عشان فاضل لنا دقائق قليلة. ناس كتير قوي تقول لك ازاي ربنا يقول ندم الله؟ هو ربنا يندم؟ يعني ايه يندم يعني؟ اللي بيندم ده اللي ما يعرفش المستقبل، يعني يعمل حاجة وما كانش فاكر ان هيبقى لها الشغلانة الكبيرة او الآثار الجانبية الكبيرة، فيندم انه عمل كده لانه ما كانش يعرف. هل الله لا يعرف؟ ازاي يقول ندم؟ وفي مواقع كثيرة في الكتاب فيها كلمة ندم الله، زي في تكوين 6 يقول ندم الله أنه عمل الإنسان. وفي حكاية نينوى دي يقول ندم الله عن الشر الذي قال أن يفعله بأهل نينوى فلم يفعله. إيه حكاية ندم الله دي؟ هل الله يندم؟ وما معنى هذا الندم؟ هو طبعا تعبير يفهمه الإنسان، مش بيوصف الحالة. يعني ساعات مثلا يحصل موقف انت توصفه بلغتك مش بلغة الطبيب. يعني مثلا واحد وقع، جات له مثلا حاجة في المخ فوقع وهو ماشي، فتقول فلان وقع.
لكن الدكتور يقول ايه؟ حصل له كذا في المركز الفلاني في المخ فايه؟ فوقع. مش كده؟ فاللغة اللي يفهمها الإنسان ساعات ما تكونش اللغة الايه؟ الدقيقة اللي مفروض تتقال يعني. فربنا يقول فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه لهم فلم يصنعه. يونان 3 عدد 10. يعني هو قال له روح قول لهم بعد 40 يوم ايه؟ تنقلب يعني تتحرق. بعد عنكم النار تخلي اللي فوق تحت واللي تحت ايه؟ فوق. تقلب الدنيا يعني. فهو كان زي ما حرق سدوم وعمورة، انقلبت سدوم وعمورة. فتنقلب يعني تتحرق يحصل انقلاب في المدينة. هنا بالضبط معنى ندم أنه غير الحكم. ده المحكمة لما بتحكم على واحد في المحكمة الابتدائية وتكتشف في الاستئناف ان الحكم لا ينطبق، بتغيره. مش كده؟ ويقولوا مثل الرجوع للحق ايه؟ فضيلة. فربنا حكم عليهم وهم أشرار انهم مفروض ايه؟ البلد يحصل لها دمار او تدمير، تحرق بالنار. لكن لما تابوا ربنا شاف انهم ايه؟ لا يستحقوا هذا، فاستأنف الايه؟ الحكم. مجرد ان الحكم استؤنف بس، ده اللي حصل. فندم دي يفهمها الإنسان، اللغة اللي يفهمها الإنسان يعني غير حكمه. هو ربنا عادل، هو أساس العدل. حينما يكون الإنسان خاطئا يحكم عليه بالهلاك، لكن لما يتوب يهلكه ليه؟ يستأنف الحكم بمعنى أن يغيره بحسب التغيير اللي حصل. إذن الناس اللي هتهلك في يوم الدينونة هيكون سبب هلاكها إيه؟ أنها استمرت إيه؟ خاطئة بس، ما تابتش. ربنا مش هيسأل حد يقول له أنت غلطت ليه. ربنا عارف إن احنا ضعفاء وممكن نخطئ، لكن هيقول ما تبتش ليه؟ كان قدامك فرصة التوبة، ما تبتش ليه؟ ليه استمريت في الخطية؟ عشان كده ذهبي الفم بيقول في أيام يونان لو لم يهدد الله بالدمار لما نزع عنهم الايه؟ الدمار. يعني هم صدقوا الرسالة. وأكيد حد يكون شاف يونان وهو طالع ايه؟ من فم الحوت، قال لك ده جاي لنا من حتة احنا مش عارفينها، وأكيد لغته غريبة، يعني مش اللغة بتاعتهم. يعني تخيلوا واحد أجنبي ما يعرفش حد ويجي برسالة، يكون نازل من طيارة مثلا، أكيد نزوله من الطيارة بالباراشوت واللغة بتاعته هتوري إن دي رسالة إيه؟ حقيقية. فالوضع اللي كان فيه يونان قال لهم هيحصل دمار فتوبوا. هو ما قالش توبوا طبعا، ما كانش عايزهم يتوبوا، كان عايزهم يتدمروا، لكن هم أدركوا الرسالة فتابوا. ويختم بقى ذهبي الفم قوله بيقول التهديد بالخطر يدفع للخلاص منه. يعني لما حد يقول المكان اللي انت فيه هيقع، جاي لك رسالة من الحي البيت اللي انت قاعد فيه هيقع، تاخد حاجتك وايه وتجري على طول. فكان قصد ربنا من الرسالة انه ايه؟ ينجي الناس مش يهلكوا. فالتهديد بالخطر يسبب الخلاص منه، والتهديد بالموت يجلب الايه؟ البعد عنه بالحياة بالتوبة. أبطل الله الحكم وعدله
وندم أنه قال عن الشر الذي يفعله بهم فلم يفعله. كلمة جميلة يقولها يونان بقى: حين أعيت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. مهمتنا في الأربع أيام دول، 3 أيام الصوم والفصح، دول 4 أيام القراءات بتاعتهم 1 يونت، وحدة واحدة. يا ريت نتابع ونصلي. أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك، أوفي بما نذرته للرب الخلاص. للرب الخلاص. كل سنة وحضراتكم بخير. لإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد آمين. تفضلوا نصلي.